مرحبا حبايبي، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. مشتاقة لكم كوما. ادري هواية تأخرت عليكم، بس سويت جدول للقناة، والسبب الوحيد اللي قلت هذا الشيء او قررت اقوله هنا على القناة انه حتى انجبر، خاف ما انزل لكم كل اثنين وخميس تجون علي هنا على القناة تقرعون راسي لا انزلكم الفيديو. المهم فيديو اليوم راح اسوي لكم هذا المكياج اللي انا حطته اليوم، شيء بسيط خفيف، ولا قطرة كريم اساس ولا قطرة باودر بيلون، يعني خليت اقل منتجات او استخدمت اقل منتجات ممكنة. صحيح عنوان الفيديو يقول مكياج للمحجبات، بس لانه المحجبات هواي يطلبون مني هذا الشيء، بس هو بالحقيقة اي بنية تقدر تسويه، العاملة، المدرسة، الطالبة، اي وحدة تحب مكياج يكون خفيف كلش ومنتجات قليلة على الوجه راح يفيدك كلش هذا الفيديو. وانصح اي بنية تشوفه وتكمله للاخير لانه بيه هواي نصائح راح تفيدك خلال الفيديو. وبس يلا نبلش بالفيديو. لحظة قبل ما نبلش بالفيديو سووا لايك. هسه دايرة موضة انه تقدرون توصلوني 50,000 لايك، تقدرون توصلوني 20,000 لايك. انا اقولكم ان انا احب امشي على الموضة، تقدرون توصلون هذا الفيديو 50,000 لايك، انا متأكدة انتم تقدرون. وبس حبيبتي يلا نبلش بالفيديو. صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ طبعا هسه قعدت من النوم فبعدني دماغي نص مصحصح ونص قاعد، ابد ما اصور اني من الصبح، دائما تصويري يصير ورا الظهر. مثل ما تشوفون انا وجهي هسه نظيف، كل شي ما خالة عليه. قعدت من النوم بس سبحت وسويت قهوة وجيت قعدت قدام الكاميرا. فاول شي راح ابلش بيه هو الترطيب. قعدت اليوم الصبح بشرتي بيها جفاف عاطفي، ما اعرف شنو الفيلم، ناشفه، طلعت لي حبايه بقصتي وينها هياتها بقد الجاهل، فراح استخدم ارطبها بشكل كلش قوي. البشره اذا جافه تكون باهته، واذا باهته يعني ما بيها حيويه وشكلها يكون مو حلو، فضروري الترطيب يكون كلش قوي. هسه تجين تتعرفين على نوع بشرتك، اذا بشرتك جافه لهنا وتتوقفين، اذا بشرتك دهنيه تاخذين برايمر يكون يسيطر على الدهون. انا اللي استخدمه من سماش باكس وراح تخليه على الاماكن اللي هي الزيت عندك اكثر شيء. انا بالنسبه لي عندي هاي المنطقه وعندي شويه حنجي همات. هسه بما انه احنا ما راح نخلي اي كريم اساس ولا بيبي كريم ولا سيسي كريم ولا اي كريم على البشرة، لازم نركز على شغلتين. الشغلة الاولى هي ابراز الملامح، والشغلة الثانية هي اخفاء العيوب. فاليوم راح نستخدم منتج واحد بس اللي هو هذا الكونسيلر الكريمي من نارس. هذا بنات نزل جديد واخذته، شقولكم يجنن، كريمي ويندمج بسهولة بس بنفس الوقت مو زيتي وتغطيته كاملة. يعني اخلي مرطب لانه شفايفي هم اليوم قعدت ناشفة، بشرط واحد انه يكون المنتج اللي راح تستخدميه بلون بشرتك بالضبط. فراح اخذ فرشة بهذا الشكل تكون بلاستيك، وراح اخذ كمية من المنتج. فاول مكان راح ابدي بيه هو هاي المنطقة، يمكن لو اقربكم شوية احسن. لحظة. فمثل ما قلت راح ابلش بهاي المناطق اللي هي هاي المنطقة من هنا لهنا، والكمية بنات انتو تشوفوها هواي بس هي كلش قليلة، وراح اخلي كمية على الزاوية الخارجية بهذا الشكل حتى يبين العين مصحصحة ومو تعبانة. هسه راح ابدي ادمج، وهنا ما راح يبين خالة اي شي. ليش؟ لانه بلون بشرتك بالضبط. مثل ما قلت ممكن تدمجين باصبعك او ممكن بالفرشة اللي رايحك انتي. هسه ورا ما خلصنا منطقة العيون نجي على منطقة داير مداير الانف او حول الانف. اغلب النساء عندهم هاي المنطقة بها حمار او لون وبسبب الهرمونات بشكل طبيعي يعني، فهاي ايضا راح نغطيها. الهدف من هذا الفيديو هو شلون توحدين لون بشرتك باستخدام اقل منتجات ممكنة على البشرة. الخشم اللخ مو الخشم اللخ، المكان هاي المنطقة اللخ. راح نجي المنطقة حول الشفاه او هاي المنطقة تحديدا. شوفي هالشكل، وراح ندمجه. واخر شيء او ثالث شيء هو الحبوب. فانا طلعت لي هنا حباية، هاي قعدت الصبح لقيتها هنا شوية، هنا عندي وحدة
المهم شكو حباية انت عندك او اثر حبة حابة تخفيه، خلي عليه من هذا اللي يخافي العيوب. حسوي بصبعي بس اطبطب حتى يندمج. اذا اثر الحبة عندك قوي فهاي الطريقة مع الاصبع ما تفيدش، بالفرشة ادمجي بس اطراف خافي العيوب، يعني مو المنتج اللي على الحبة مباشرة، لا هذا لا تلزمي، خليه بس داير ما دايرة دمجي بهذا الشكل. بشكل المايك، اي بشكل المايك هالشكل. هسه الاحمر الخدود، انا شخصيا من ما خالة كريم اساس او مكياج على وجهي افضل الكريم. ليش؟ لانه ينطي نظرة صحية ولمعة للوجه، انا شخصيا احب هذا الشيء. اذا بشرتك دهنية فهذا الشيء ما راح يناسبك، استخدمي الباودر. بس انا اليوم راح استخدم هاي عندي من جبتها اصور من الموقع الكوري، راح اترك لكم رابطها بصندوق المعلومات. فراح هالشكل شوفوا اخذ كل الالوان يعني بشكل عشوائي. اذا ما عندك احمر خدود كريمي بكل بساطة استخدمي احمر الشفاه اللي عندك لونه وردي او كريمي او مو كريمي مشمشي، ايضا راح يفي بالغرض. يمكن هذا شوية طخ بس نحاول نصلح الموقف. يمكن يعني ما شوفت لكم ظافيري، شوفوا اللون يتغير من الاخضر للبني يجنن. طبعا سوى مشلح لانه عليه مرطب وهالسوالف، بس بالحقيقة اللمعة مالته رهيبة. ورا ما خلصنا هالخطوة لازم نثبت كل شي ببودرة شفافة بدون اي لون. هاي يعني كأنما ما خالة شي، وظيفتها بس تثبيت الكريم حتى بعدين ما يتحرك وترجع تبين العيوب اللي بالبشرة. اللي أنا استخدمه شخصيا هو من كاري اير سبان. شوف ايش قد حلو كيوت، يجي وياه هيك اسفنجة، احسه مثل موديله مال قديم الزمان، كل شي حبيجي سوالف. راح اكثر من هاي البودرة بهاي المنطقة. ليش؟ لان عندي هاي المنطقة الزيت اني هواي. تشوفون الوجه شلون شكله فرش وطبيعي، مو طبقات طبقات. هاي الحباية هاي تثبيت 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 تثبيت، فن كذا طلعتي. راح اخذ كمية كلش قليلة من احمر خدود يكون لونه خفيف، واثبت بيه احمر الخدود الكريمي اللي خليته. هذا راح يخلي خدودك حمرة طول اليوم، او مو حمرة حمرة بس يعني وردية عبالك بشكل طبيعي. وهنا نفس الشي. هسه الحواجب، طب بس اي لون عندك بني متوسط، انا راح اخذ هذا اللون من علبة مورفي، راح اخذ اللون هذا البني المتوسط وراح ابدي بس اعبي الفراغات. الحواجب بالنسبة إلي فشي شخصي، يعني كل وحدة حاجبها تسويه مثل ما هي يعجبها ومثل ما يناسب شكلها ودورة وجهها. شوف الفرق هذا عن هذا. حخلي على كامل الجفن هذا اللون الكريمي. خلي اي لون كريمي عندك، انا استخدمت هاي العلبة اسمها تارتيس برو من تارت. راح اخذ هذا اللون الكريمي وراح اخليه تحت الحاجب. هسه راح ادمج هذول اللونين اللي تشوفوهن واخليهن على كسرة الجفن. فراح اخذ هذا اللون اللي هو شوفوا مايل على رمادي، وراح احدد بيه كسرة الجفن بشكل كلش بسيط. دا اروح وارجع هيك وبعدين دوائر، اروح وارجع هيك وبعدين دوائر. فرشة دمج اكبر راح ادمج الاطراف بحيث تختفي، يبين كأنه ماكو شي على العين. راح اخذ اللون اللي هو هذا البني الغامق وراح احدد بيه اطراف الرموش بس. هذا الشيء حتى بس شوية ينطيني تحديد ووسع للعين. راح ناخذ قلم كحل ابيض، خليه بس على الزاوية الخارجية من جوا، يعني بهذا الشكل، واسحبه لي برا شوية، طلعوا لي برا. حتى اثبت هذا الكحل الابيض راح اخذ هذا الظلال الكريمي نفسه وراح اخليه فوق الابيض حتى اثبته، يعني حاله حال اي كريم ثاني اخليه على الوجه. راح اخذ هذا اللون اللي هو صاير اخضر، بس من تحركي يتغير يصير على بني على بنفسجي، بس مو شي طوخ او اوفر، لا شي كلش بسيط وخفيف. وراح اخليه بس من برا على خط الرمش السفلي.
راح شوية اجيبه لي قدام. هسه راح اخلي المسكارا للرموش العلوية راح اخلي الاسود، والرموش السفلية راح اخلي البني. هسه انا راح اخلي رموش. انتي بامكانك المكياج اللي هنا لا تتوقفين، يعني بدون رموش عادي كلش حلو، بس انا راح اكمل الخطوات للاخير. راح اخذ اضاءتي هذه من ماري لو وراح اخليها على مدمع العين. اقول اني احس المكياج اكو شي بي ناقص، فشون يعني نعوف البيت بدون اضاءة هنا؟ شلون اصعدها شوية هيك دي فوق حتى بس ادمجها، ما تصير هيك نقطتين بيض وبس. ممكن تطلعين هيك بدون رموش اكيد، اذا رموشك طوال، اذا رموشك حلوة، اذا رموشك قصار، الشكل اللي يريحك انت طلعي بيه. شوفوا الرموش اللي راح اخليها شلون تصير كلش خفيفة وهيك ناعمة، وبالبداية قصيرة ومن النهاية شوية طويلة. اول شي تخلين الصمغ وبعدين راح انتظر الصمغ ينشف، فننتظره ينشف. اذا مستعجلة وما عندك وقت، صوبة هسه هذه تسمعوها، اي صوبة او مدفأة اشعلوها وخلوا الرمش قدامها بس يعني 5 ثواني وراح يكون جاهز. راح الزم الرمش بالملقط، راح انوي مفتحة الزم الرمش بهذا الشكل واحطه هيك، شوفي بس تهدي. بعدين تثبتين الاطراف، اثبت هذا الطرف واثبت هذا الطرف. هسه تقريبا خلصنا. راح اخذ نفس الاضاءة، لا اخذها منه حتى بس انطي شوية حياة للوجه. هسه هذا اللون من تارت اسمه بيرثداي سوت. وبس بنات خلص المكياج. لقيت هذا الشال الابيض بس حتى يكون عندكم فكرة. طبعا اكيد تفنني باللفة مال الحجاب، اكيد المحجبات ما شاء الله فنانات ويطلعن باشكال كلش حلوة، بس اني يعني مو كلش بهاي الشغلة. حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا هذا الجزء دائما حزين لانه لو بيدي اظل اسولف وياكم للصبح، فعلا احس كل عقلي دا اسولف وياكم وحده وحده، ولا عبالك يعني قدامي كاميرا ودا اسولف وياها. اذا تحبين تشوفين شي جديد او عندك اقتراح او فكرة اتركيها بصندوق التعليقات. لا تنسين الاشتراك اللي هو الضغط على الدقمة الحمراء حتى يوصلك كل فيديو جديد اني انزله، واللايك هسه على السريع. احبكم اموت عليكم واشوفكم بألف مليون خير ان شاء الله المرة الجاية. مع السلامة.